كل يو اكس رايتر مننا بيجيله يوم وبيلاقي قدامه ليست من المهام التي لا تنتهي، كلها محتاجة تتعمل دلوقتي وكلها حاجات مهمة. ازاي بقى نعرف نبدأ بإيه بالظبط؟ الفيديو ده هو الإجابة. أهلا بيكم، أنا ندى النادي، وده الفصل التاسع والأخير من كتاب Strategic Writing for UX. الفصل ده زي ما الكتاب بيقول هو ملخص عملي لكل حاجة احنا اتكلمنا فيها قبل كده. الكتاب بيبدأ بسؤال واحد: لو انت عندك ساعتين بس دلوقتي هتشتغل على ايه؟ عشان تجاوب محتاج تقسم الشغل ده لأربع حاجات: عاجل ومهم، ده انت محتاج تعمله دلوقتي. مهم بس مش عاجل، اعمل له خطة، حط بس اوت لاينز كده ممكن يتعمل ازاي. عاجل بس مش مهم، حاول وقتها تفوضه لحد تاني لو قدرت يكون متاح اكتر منك. مش عاجل ومش مهم، انت ممكن تتكلم مع المانجر بتاعك انك تلغيه خالص. بس في اليو اكس رايتنج محتاجين نزود حاجة مهمة قوي، وهي الامباثي او التعاطف. قبل ما تقرر ايه المهم فالاهم، محتاج تتخيل اليوزر اللي عنده مشكلة دلوقتي وبيعاني من مشكلة معينة، منتظر بس الكلمات بتاعتك تحل له المشكلة دي. مثال: انت مثلا عندك 3 مهام: تعديل نص تسويقي في صفحة لاندنج بيج، تصليح رسالة خطأ في شاشة الدفع بتظهر للناس اللي الكارت بتاعهم اترفض، تالت حاجة انك تكتب كونتنت للاونبوردنج الجديدة. التلات حاجات مهمين، بس لو انت فكرت بالامباثي وايه الاهم عند اليوزر، هتلاقي ان رسالة الخطأ اللي مش مفهومة للناس اللي الكارت بتاعها اترفض دي اهم واحدة فيهم، بالتالي هتكون دي ليها الاولوية عنهم كلهم. الكتاب كمان بيوضح لك ان جزء من شغلك هو انك تعلم الفريق بتاعك ازاي يفكر في الكلمات ويكون ليك فعلا اثر حقيقي عليهم. اولا لازم تكون متاح دايما ليهم، اي حد من التيم عنده سؤال لازم ترد عليه بسرعه. ثانيا اشرح القرارات اللي انت خدتها، ما تقولش انا غيرت الكلام ده من هنا لهنا، بس قول انا غيرته بناء على كذا عشان محتاجين نحقق الهدف الفلاني، ده هيأثر على البيزنس بالطريقه الفلانيه وهكذا. ثالث حاجه بقى، احتفل بالنجاحات الصغيره اللي انت بتقدمها. يعني لو انت غيرت حاجه وحققت كونفرجن ريت عالي، قول لهم ده. لو انت غيرت حاجه وقللت الشكاوى اللي بتحصل، قول لهم ده. اعمل learning sessions، اعمل workshops، هما بيحبوا جدا الحاجات دي. رابع حاجه بقى، خلي الكلمات جزء من الكالتشر بتاعه الفريق. يعني مثلا لو لقيت وقت فاضي، ابدا اتكلم معاهم عن كيس ستاديز انت اتعلمتها من سلسله الفيديوهات دي، او من حاجه اتعلمتها من منصه تجربه، او من الكتب اللي انت قراتها قبل كده. كل دي حاجات تثري العلم ده عندهم اكتر واكتر. وكده وصلنا للنهايه، عملنا 9 فيديوهات عن 9 فصول من الكتاب، والحمد لله ان احنا شرحنا كتاب كامل من خلال السلسله دي. دلوقتي بقى اكتبوا لنا في الكومنتس كده يعني ايه اكتر حاجه استفدتوا منها من اللي احنا اتكلمنا عنها، وايه الدرس اللي انت فعلا طلعت منه بالسلسله دي وهتبدا تطبقه في شغلك بعد كده. وبجد لو التلخيص ده افادك، يا ريت تكتب لنا كومنت وادينا بقى فيدباك كده على لينكدين، عشان ده هيشجعنا اكتر ان احنا نلخص كتب زياده. واخيرا اكتبوا لنا في الكومنتس تحبوا ايه الكتاب اللي نشرحه المره الجايه. شكرا ليكم.